بص كويس. مالها الناس؟ الناس عامله كده، ماسكه الموبايلات وعامله كده كلهم. طب ما دي عادي يا سيدوني. لا مش عادي، ربنا ما خلقناش ماشيين عاملين كده. صح. جوه الموبايل بقى فيه السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بقت وحش كبير بيبلع الناس زي ما عم حسن بيبلع الحلبة بحليب. شفت انت كيف مركز مع عم حسن؟ المهم انها وصلت. انا سألت نفسي جوني ايه اكتر حاجة انت مميز فيها؟ لقيت حاجات كتير بس قلت لا لازم اركز ايه اكتر حاجة انا مميز فيها. لقيت اني بأثر في الناس اهو. مش انا مأثر فيك؟ يعني في حاجات بسيطة. انت فوتوكوبي مني. وليا الشرف يا سيدوني. فقررت اطبق مثل امريكاني، انا هقول لك بالعربي. قولوا بالامريكاني. مش هتفهمه وهنقعد لحد بكره. لو بتعمل حاجه كويس قوي ما تعملهاش ببلاش، خليها شغلتك. فقررت خلاص ان دي تبقى شغلتي. حلو، وانا معاك يا سيدوني. نأثر سوا على الناس بحيث ان انت لو ديت تأثر على حد وهرب منك احلك عليه واثر عليه. واحنا بنقفش في فراخ يا ابني؟ انت مجنون؟ على فكره انت بتحشر نفسك برضو كالعاده كده من تحت لتحت، عشان انت عارف كويس قوي ان جوني لو عمل صفحه هيبقى فيها كام بليون فولور. لا يا سيدوني، انا مش كده. انا عاوز اساعدك. انا شفت ولا مليون فيديوهات على التيك توك وعاوز افيدك ببنات افكاري. انت اساسا ما تفهمش يعني كلمه بنات افكاري. لا انا خابر يعني ايه بنات افكاري. يعني الافكار الحلوه. لا ثانيه واحده، مش شرط خالص ان بنات افكاري تبقى حلوه. لا يا سيدوني، البنات الافكار اللي هي الافكار الحلوه، عشان البنات الحلوه كيف شيماء والاء تاني اقسم بالله لو قلت اي اسماء. واسماء. خلاص يا سيدوني خلاص. هو انت يا متخلف فاكرني ان انا مستني منك افكار؟ انا اوريدي عندي افكار كتيره جدي. ايه هي الافكار دي؟ انا نفسي ابقى رمز للحب، للسلام، للجمال، زي افروديت. افروديت؟ عاوز تنفخ صدرك يا سيدوني عشان تعمل مشاهدات؟ هي طريقه مضمونه بس رخيصه، وبعدين الكبير لا يمكن يسمح ابدا ان اخوه ينفخ صدره. قصده حزلقوم ينفخ صدره علينا. انا متخلف جبت سيره نفخ صدر؟ ما انت قلت افروديت. افروديت؟ مين افروديت بالنسبه لك؟ افروديت بتاعت مازندر. مازندر؟ انا قصدي افروديت عند الاغريق، الهي تغرق في شبر ميه. ايه الاغريق. صح يا سيدوني. انا هسهلها لك من الاخر. انا عايز اعمل فيديوهات هادفه. وهي افروديت دي فيديوهات هادفه؟ اسمح لي يا سيدوني، دي ملعبي. عاوز تعمل فيديوهات هادفه يبقى تعمل فيديوهات عن غدر الصحاب، خيانه الصحاب، قصات شعر مختلفه للصحاب. عارف انت بتتكلم عن. شفت الفيديوهات اللي شبه كده غريبه اساسا مش فاهمها. غير شعبي شغاله وواحد يتخانق مع صاحبته فيروح حاضن صاحبه، اصلا ده نوع حب وده نوع حب تاني. انا مش قصدي كده، انا قصدي فيديوهات تزق المجتمع لقدام، تخلي المجتمع احسن. اديني مثال يا سيدوني. يعني مثلا نجيب واحد هوملس غلبان، احنا بقى نديله اكل، نعلمه صنعه، نلبسه حلو، نقصر ضوافره، ويبقى انسان كويس ويفيد المجتمع. طب واحنا هنجيبوه منين يا سيدوني؟ احنا الحمد لله في المزاريطه ما فيش هوملس خالص. دي ما فاتتش عليا. انا فكرت لقيت ان احنا ممكن نمشي بسكه فيك ات تيل يو ميك ات. يعني نجيب واحد عادي، انسان عادي، نخليه يمثل على الناس انه غلبان ومش لاقي ياكل لا انا قصدي ان احنا يعني دي حاجه كويسه نعمل بيه تمثيليه. تمثيليه ايجابيه يعني ايجابيه، يعني الناس تتاثر بيه. صدقني لا والله. لا يا سيدوني. وانا بقنع امك ليه اساسا؟ انا مش فاهم انت ازاي عملت سويتش المواقف كده ازاي؟ انا اسف يا سيدوني، بس انا معاك يا سيدوني. anyway هشوف لك سكه تبقى معايا. ايه بس هنجيب الهوملس ده منين؟ هفكر فيها. تيجي نلحقه عم حسن؟ ايه يا سيدوني؟